بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما إن شاء الله. أنا جايبة النهاردة حاجتين بس، اللي هي صواني التقديم في جهاز العروسة. أنا جبت نوعين، اللي هو الاستانلس الصافي والاستانلس المرايات يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده قدامكم. انا هبدأ لكم بالصواني اللي هي الايه، الاستانلس. دي يعني هي جاي متغلفة في الكيسين دول، الكيس اللي هو البلاستيك ده والكيس القماش. يعني كل واحدة متغلفة في كيسين، كيس اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، والكيس اللي هو القماش. اول حاجة ايه، هبدأ لكم باللي هي الصواني الاستانلس اللي هي 18 على 10. هي للأسف بس بتعكس ال الإضاءة، أو بتعكس، هي بيبقى كأنها مراية يعني. أنا بوريكم هنا، هي يا جماعة مكتوب عليها، مش قادرة أقرب لكم منها لأنها فعلا بتبين الصورة جامدة. دي مكتوب عليها 18 على 10. وهي تركية يا جماعة، دي صناعة تركية. دول صينيتين. يعني لما تيجوا تشتروا يا جماعه، ما تشتروش الاستانلس غير لما يكون معاكم مغناطيس، وانتوا لازما ايه، تشوفوا عليها الحاجه دي. عشان انا بقول لكم، هي للاسف ان هي جايبه ايه، الاضاءه، فبتجيب السقف، فمش عارفه يعني ايه كمان. يعني هم حلوين جدا، بس طبعا للاسف ان هي عكسه كل حاجه فوقيها، فانا مش عارفه اوريها لكم كويس. زي ما بوريكم كده اهي، هي دي شكلها. هما اتنين يا جماعة، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. برضو بوريكم الختم، لازم أي ما تجيبوا صواني ستانلس لازم أن يكون عليها الختم 18 على 10. تركية بقى، ألمانية، مصرية، بس لازم أن يكون جودة الستانلس نفسه 18 على 10. أنا بقى يعني هنا دايما بتبقى مطبوعة ورا، هنا مطبوعة قدام، مش عارفة يعني. فزي ما بقولكوا كده، هي شكلها هي يا جماعة. دي الكبيرة معلش، وطبعا ليها يا جماعة اسكوتشات كده، حوامل كده من ورا. تقيلة 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 يعني، وخامتها حلوة جدا. عجبتني وعجبني شكلها، وعجبني الخامة بتاعتها، ولقيت كمان عليها كمان ايه، عرض، فانا جبتها. وانا مش من هواة ان انا هجيب مثلا، انا اجيب يا جماعة حاجة غالية او اتنين، ولا اجيبش 100 حاجة. زي ما بقول لكم وانتوا ماشيين معايا كده في الفيديوهات، انا احب اجيب الحاجه القيمه قوي، وما اجيبش يعني 100 حاجه ملهاش لازمه. فانا جبت اللي هو اللي معرفش، هي الاضاءه طبعا عمالها بتدي كده الوان، فانا مش عارفه. دي صينيه، ودي الصينيه التانية زي ما بوريكم كده. معرفش هي قفلت كده ليه. بس ايه، هرفعها لكم دلوقتي وهتشوفوا شكلها حلو قوي يا جماعه. عجبتني وعجبني سعرها، وكان عليها كمان عرض، فانا استغليت العرض ده ولقيتها حلوه وعجباني. دي ممكن يا جماعه يعني ايه، تستخدم على طول يعني. دي ممكن تستخدمها على طول. دي انا جايبه النوع ده، ممكن تستخدمه على طول يعني، في البيت او في التقديم برضو. هتبقى حلوه. انا بوريكم اهو. دي اللي هي القطعة الأولانية والقطعة التانية. ودول يا جماعة أنا كنت جايباهم بعد العرض، كنت جايباهم ب795 جنيه. 795 جنيه. هو في منها طبعا ايه، زي ما بوريكم اهي، هي معرفش هي اسم الشركة ولا اسم ايه، الفيروز، بس هي مكتوب على العلبة 18 على 10 وتركي سيلفر. تركي. دول اول ايه، صينيتين. دول اول صينيتين استانلس صافي، مفهومش اي حاجه. ولسه برضه هجيب يا جماعه اتنين تاني، بس ممكن اجيبهم زهران، حاجه يعني كده قيمه، هيكونوا غاليين قوي قوي، بس يعني ايه، حاجه هتعيش معاك العمر كله يعني. دول برضو انا جبت الصينيتين دول. اللي هم يا جماعة طالعين طبعا ترندي اوي، طالعين موضة الايام دي. فانا في منها على فكرة يا جماعة، في صواني بايركس تاني، بس انا دي عجبتني احلى. دي مرايات. وكمان برضو يا جماعة، زي ما اوريكم على الكرتونة كده، في منها اللي هي دي، اللي هي المستطيل والمدور، وفي منها السيلفر زي ما بوريكم، في منها الفامي، وفي منها النحاسي، وفي منها الذهبي. فيعني في منها كذا نوع، وفي منها المدور زي ما بوريكم. انا جبت دول، انا جبت يا جماعه اللي هم زي ما بوريكم كده. انا جبت منها اللي هو الايه، اللي هي المربع او المستطيل، مش عارف. آه، جبت يا جماعه اللي هم الايه، طبعا الاتنين دول برضو اتنين مرايات. هي دي مرايات، بس يا جماعه هي مرايات من فوق بس استانلس. يعني لازم كمان تختبروها، يعني هي مرايات بس استانلس. دي اول واحده، دي الصغيره.
وجبتهم برضو سيلفر، كان في منهم الذهبي بس انا جبت الايه اللي هي السيلفر زي ما بوريكم كده. هي برضو اللي هي سكوتشات من ورا كده بتسندي عليها، بتستند عليها يعني. وزي ما بوريكم كده شكلها مرايات جامدة قوي، فبرضو مش قادرة اقرب ليها. دي يا جماعة برضو اختبروها، لان هي برضو بتبقى ستانلس 18/10. استانلسها جامد جدا وقوي. دي اول واحدة. والصينية التانية برضو كبيرة يعني، حجمها يعني كبير بصراحة. برضو يا جماعة اختبروا الحاجات دي، يا جماعة اختبروا الحاجات اللي استانلس بالمغناطيس. يعني هي زي ما بوريكم كده، انا مش عارفة اوريكم اي حاجة لانها عمالة ايه يعني، هي مراية يعني. فانا للاسف مش عارفة اوريكم الحاجة كويس بسبب ان هي بتعكس انا قلبتها برضو زي ما بوريكم كده، اللي هي سكوتشات كده من ورا. هي بس للاسف بس بتطبع كده من الايدين والتراب وكده، فبيطبع عليها. ده مش مشكلة يعني. دول يا جماعة برضو انا في منهم البايركس، في برضو صواني بايركس وفي صواني كده، بس انا مش هجيبها. مش عارفة اجيبها او ما اجيبهاش، بس انا يعني ايه اخترت حاجات كده يعني. انا لسه كمان في الصواني قدامي ان انا اجيب صواني استانلس حاجة يعني اقوى من دي كمان. فهجيبهم. هجيب برضو يا جماعة طقم تاني، وان شاء الله احنا مع بعض كده وهوريكم كل حاجة ايه انا بجيبها. دي كانت اول صينية، ودي تاني صينية، ودي برضو يا جماعة انا جبتهم كانوا عاملين 1300 جنيه، كان نازل عليهم تخفيض يا جماعة ب1000 جنيه. فانا برضو استغليت العرض، لان الايام دي في عروض جامدة قوي، فمعرفش هي في عروض نزل اسعار مش عارفة. فانا استغليت الحاجات دي كده. برضو انا بوريكم يا جماعة اهي، دي معرفش مكتوب عليها للشركات اللي هي بتستوردها اللفة. فدي اللي انصحكم لما بتشتروا الاستانلس صواني او حلل او اي حاجه لازم تختبروها، لازم يا جماعه تختبروها بمغناطيس. انا هنا كنت بقول لكم ان دي سعرها كانت نازله من 1300 ل 1000 جنيه. يعني دي كانت ب1000 جنيه، التانية كانت ب800 يعني ل5. فانا لقيتهم حلوين كده وقلت خلاص اجيبهم. عجبوني وعجبني اشكالهم وجبتهم الحمد لله. لسه قدامي برضو زي ما بقول لكم كمان طقم تاني استلس حاجة يعني قوية اقوى من دي كده، وهجيبه ان شاء الله. دي كانت يا جماعة مشترياتي بتاع النهاردة. متنسوناش يا جماعة في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والله يا جماعة دعم جامد للقناة، لايك وشير واشتراك للقناة بقول لكم تاني، لان القناة حقيقي وقع جامد قوي الايام دي. يا رب اكون بعرض لكم حاجة بتفيدكم. مع الف سلامة، واشوفكم على غير الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.